بيجا البرتغال، بيجا تونس. بلدة صغيرة تحفونة. تعاركوا جاي واحد تحفون ذكي ياسر مشى للمسلمين قالوا لهم يجوا بالله يلقى لنا شوية حل، جيبوا لنا شوية سلام في المكان هذا اللي هي دخلت فيه الدنيا بعض. يا اخي جاوا المسلمين عملوا هكا غزروا منا ارض فهمتني ولا خصبه. صحيح تونس جغرافيا الان دوله صغيره مقارنه مع الدول المجاوره، لكن تاريخها كبير واكبر من اللي تتصور. حتى في وقت من الاوقات التوانسه وصلوا حتى للبرتغال وسموا مدن باسامي تونسيه وعاشوا واستقروا غادي. بعد ما زرنا مدينه تونس في البرتغال تعدينا لمدينه بيجا واللي عندها نفس اسم مدينه بيجا التونسيه، واللي صادف زاده اللي بيجا البرتغاليه واحده من اشهر المدن البرتغالية في ميدان الفلاحة كيما بيجا التونسية، ويمكن هذا علاش التوانسة سموها بيجا. ونزيدكم معلومة أخرى اللي وقعت توأمة مدينة بيجا البرتغالية مع بيجا التونسية سنة 1993. عملنا دورة باهية في مدينة بيجا وبحثنا على التاريخ متاعها واكتشفنا قديه فما تشابه بينها وبين برشا مدن تونسية. ما تنساوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة. أهلا وسهلا. جينا من تونس لبيجا أما زلنا في البرتغال. يقول القائل علاش اسمها بيجا؟ أول تيوري تقول يا سيدك بن سيدك اللي هي بيجا كي جاية من كلمة بيا اللي معناها تتعهد بالتحالف، وكي جاوا الفاتحون إلى البرتغال سميوها بالاسم هذايا. فما تيوري أخرى تقول اللي هي معناها جوست متسمي على بيجا متاع تونس كاريمون، على خاطر كانت حاجة كوميون إنه دي فيل يتسميو على أسامي بعضهم كي بداو بعد شوي. توا باش نحاولوا نمشيو نعملوا طلعة على البلدية تاع مدينة بيجا. طلع مضمون؟ لا مش طلع مضمون. باش نحاولوا نعرفوا شوية معلومات على المدينة، خاطر لهنا بالحق معناتها سألنا واحد ولا اثنين تقريبا التاريخ نتاع المدينة هذيا ما يعرفوش الناس الكل. دونك قررنا نمشيو نعملوا طلعة على البلدية، قالوا لنا تحل المساطين. مشينا للبلدية ومن غادي يبعثونا لدليل سياحي يخدم في القلعة نتاع مدينة بيجا، قالوا لنا هو اللي نجم يعاوننا بمعلومات على تاريخ المدينة، وبالفعل الدليل السياحي هذايا حكى لنا القصة الكل وتاريخ المدينة، لكن رفض انه يتصور فيديو وعمل معايا تصويرة. The Muslims arrived here, no military power. We just had some fighters and nothing more, nothing less. So they took the land. جينا للقصر متاع بيجا وعرضنا عمك الجيد وحكينا شويه على التاريخ نتاعها. البارتي اللي حكينا عليها هي بارتي نتاع الرومان وقت اللي جاي عمك جول سيزار وافتتح البيجا هذيا. بعديك عمل هدنه سلام ورجع على روحه، عنده دي زافير بوليتيك يخدم على روحه. يا اخي قعدوا لهنا دي تريبيو قبائل، القبائل هذوما كل واحد يعمل على زي راسه، ما كانش عندهم النوسيون تاع ناسيوناليزم كي رانا احنا مع بعضنا وهذيا البلاد نتاعنا اتسيتيرا. كانوا يتعاركوا جاي واحد تحفون ذكي ياسر مشى للمسلمين قالوا لهم يجوا بالله يلقى لنا شويه حل، جيبوا لنا شويه سلام في المكان هذا اللي هي دخلت فيه الدنيا بعض. يا اخي جاوا المسلمين عملوا هكا غزروا منا ارض فهمتني ولا خصبه، المناخ حلو، الكل امور كل معناها تاع واحد يجي ويستقر فهمتني ولا. عملوا الفتح نتاعهم ولات بيجا تبع المسلمين. عاشوا المسلمين لهنا، جابوا الزراعات نتاعهم، بناو المساجد، استقروا وحسنوها بالكدا، ولا اسمها باجا. قبل هذا كان عندها اسم اخر الحقيقه ما تفكروش، نقول لكم عليه. ومن بعد كان بعد ما عاشوا لهنا المسلمين في سلم وسلام، جاوا لي كريتيان، جاوا المسيحيين، واللي عملوه المسلمين في القبيل اللي قبل عملوه المسيحيين وخذوهم بيجا. في عوض المساجد ولاو فما كنائس وولات بيجا كريتيان. احنا تو موجودين في باب من البيبان من السور نتاع المدينه القديمه نتاع بيجا، والباب هذا يشبه برشا الباب موجود في القروان اسمه باب الخوخه. تلقى الباب وتلقى السور داير بالمدينه القديمه الكل. موجوده زاده هكا سور كما هكا زاد هولي في المدينه القديمه نتاع سوسه. ما نعرفش صفاقس، انا صفاقس مازلت ما زرتهاش لتوا. تبعني ايمان نشوف وريهم السور كيفاش. شوف لهنا السور داير بالمدينه كامله، ولهنا تلقى الديار زاد كينا. So we are trying to find the connection between Beja here. كما شفتوا كنت نحكي مع شويه شباب، على الاقل نمشي لشباب باش خاطر هما يحكيوا انجلي، واحد ما يحكيش بالانجلي ساعه
والاخر ما عنده حتى فكره على تونس حتى وين تجي. في بالوش اللي فما مدينه اسمها بيجا في تونس اكتشفها اليوم اللي انا سالته يمكن تو كينا بعد كينا يمشي لوجلها في جوجل. حاجه اخرى لاحظتها في الديار لهنا في بيجا اللي اغلبيه الديار طاق برك، طاق معناتها حد الاقصى طاقين، يعني يبني طاق وتلقاه بالقرمود بالفوق. لذا نتوقع ما عندهمش فاز اعطيني الهويه واكتب لي الهويه باسمي والحكايه هذيك، مرتاحين منها ديجا. يبني طاق الاول ويعطيه ضربه بالقرمود، ما عادش نجم تبني فوقه خاطر. So you are from here, from Beja? Yes, from Beja. Yes. I search in Google Beja, and I search that city too in Tunisia, Beja. Okay. And it was very funny. Okay. هذه الصورة متاع المدينة القديمة متاع مدينة بيجا، داير بها الكازون كما تشوفوا الحشيش، وتفكرني برشا في المدينة القديمة الصور من برا متاع المدينة القديمة متاع سوسة، بلاد العربي متاع سوسة كيما هكا من برا فما الصور وفما الكازون هكا لاهين بيه زاد مزيان، تشابه كبير برشا الحقيقة. زيتون موجود في كل بلاصة، أشجار الزيتون هنا داير في المدينة كاملة، والد ما شاء الله زيتون كيما تشوفوا. تو باش نعمل بكم دورة صغيرة في اللحوم لهنا في مدينة بيجا. شوف البيبان تدق كيفاش تدق على الباب لهنا. شو الفايونس لهنا مثلا باب، شوف الألوان. باهي يا جماعة باش نوريكم لهنا اللحوم بالحق متاع المدينة القديمة متاع بيجا. شوفوا لهنا الحيوط ديجا تشوفوا يظهر لي قاعدين يبيضوا في الحيوط بالجير، هكا علاش يتقشر معناتها كيفنا. شوف هذا كله جير، شوف كيفاش مقرقشة حتى الحيوط لحوم لهنا. شوفوا معايا، شوفوا البيبان، الكوب نتاع البيبان. الملاحظة أخرى الكوب نتاع البيبان كيفاش تتحل فاتح كبار. باش نوريكم باب توا ولاحظوا لي على التفاصيل، ركزوا لي على التفاصيل، اللون، ستيل نتاع الباب، الحديد زاده الشبابك. شوف الكوبة، بالله لاحظتوش قداش نظيفة المدينة هذه. البرتغال بصفة عامة الحقيقة نظيفة ياسر، يعني كياسات كلها نظيفة، والشيء هذايا ما يجيش من فراغ، يعني كل شيء منظم لهنا كيما تشوفوا. باش نوريكم عاملين يعني كما نقولوا ريسيكلاج لكل شيء، الكارتة وحدها، البلاستيك وحده، والبولار وحده، موفرين حقيقة كل شيء بالنسبة للنظافة لهنا. البرتغال يعني على الورق أفخر من إيطاليا وأفخر من إسبانيا وفرنسا، لكن من حيث النظافة الحقيقة يعطيهم الصح. ما نشوفوش لشبونة خاطر هي عاصمة، ديما العواصم تلقاها داخلة بعضها شوية، أما المدن الباقي المدن الحقيقة مدن نظيفة ولاهين بيع على الآخر. هنا تقريب يعني سونتر نتاع مركز المدينة نتاع مدينة بيجا. هنا موجودة لي فارماسي، موجودة المحلات اللي بيع في الدبش، بورتابلوات، لوكتيسيان، يعني هذايا هو معناتها قلب المدينة. ركزوا لي بالله، ركزوا لي على النظافة نتاع البلاصة، نظيفة ياسر. الحقيقة أنا أكثر حاجة عجبتني في الفيلا دي هي البيبان، من بكري وأنا ناقفة نصور في البيبان. شوفوا هذايا وأحلى فايونس. شوفوا لهنا عندهم المرقوم وزادة، هذوما الكل منتوجات نتاع بيجا قاعدين يخدموا فيهم هما. مرقوم هذه يحطوا فيها خبز، يحطوا فيها حاجات في الكوجينة. شوفوا هذه تقريبا مرقوم، نفس المرقوم اللي يخدموا فيه. أغلبية المهاجرين اللي نشوف فيهم معناتها موجودين في المدينة هم الأفارقة وشوية الهنود. ديجا تشوف فيهم كل قاعدين لهنا لبرا معناتها في الساحة هذه الرئيسية، لا خدمة لا قد ما نظنش كان فما برشا خدمة في المدينة ذي. بالنسبة للبرتغال بصفة عامة زادة ولات وجهة للمهاجرين، توكينا ما عادش إسبانيا وإيطاليا على خاطر معناتها الأوراق لهنا سهلين برشا. وبالمناسبة تعرفت على واحد شاب في مطعم من نيبال، حكى لي قال لي جيت عندي 7 سنين انا واصحابي، عنده اصحابه مشاو لايطاليا وفما اصحاب اخرين مشاو لاسبانيا، وهو جا للبرتغال. توا هو عمل له اوراق وروح للبلاد نتاعو وطلع عليهم، واصحابه التوا نفس السيتواسيون، يعني ما عملوش الاوراق خاطر فرنسا واسبانيا وايطاليا اصعب من البرتغال. في البرتغال تقريبا في قال في ظرف عامين عملت اوراقي وجو باهي، وتو كان يستنى باش يقدم في الجنسيه. يعني لهنا صحيح البرتغال مش تلقى شهريات اقل،
باش تلقى برشا حاجات اقل، لي سيرفيس اقل، لكن من ناحيه الاوراق اسهل برشا برشا من البلدان هذيك. ديجا سالت جماعه من السنغال هنا يعيشوا، كنت نحكي معاهم توا قالوا لي رانا نخدموا فلاحه، معناتها هنا عبار الفلاحه ما فما حتى شيء اخر. قريب باش نكملوها الدوره بتاعنا في بيجا، على خاطر فات هي من اصغر لي فيل الموجودين في البرتغال، فيها تقريبا 35,000 متساكن. باغ كونطخ معروفه بالكدا بالفلاحه، معروفه بالفلاحه نتاعهم في الزيتون، معروفه زاده بالسيراميك والتكستيل. احنا توا في الجرده الكبيره الموجوده في مدينه بيجا، جرده مزيانه على الاخر، عندهم زاده الويفي بلاش، هنا تشوف بيجا في بلاش، عاملين فازة زاده في وسط البارك بنادية وفيها ديما الراديو يخدم، حتى تلقى الناس كبار قاعدين لهنا ويسمعوا في الراديو في نفس الوقت. كيتيكم بكرة على البنية التحتية، مازلنا في البارك في الجردة، شوف معناتها بنية تحتية ممتازة، موفرين زاده بارك ألعاب للصغار بالطبيعة مجاني. هذايا في أوروبا الكل تلقى لي بارك هذوما مجاني، ديما مجانية. حاجة أخرى حلوة عجبتني في البارك هذايا، قريب من البارك نتاع الصغار، البارك نتاع الصغار لهنا عاملين دار هكايا صغيرة للأطفال الصغار يلعبوا فيها فرامون. شوف البيبان صغيرة في طول يمين، نورمالمون يمين لازم تدخل لهنا. أنا أطول اللي يقول لك. أنت أطول منا يمين، شوف نحكيو على البنية التحتية. شوف الملعب وراي، برشا الناس تقول البرتغال فقيرة، لكن فقيرة في أوروبا مش فقيرة في بلاصة أخرى. حقيقة بنية تحتية لاباس بها، تشوف ملعب نتاع كرة سلة في نفس الوقت نتاع كرة قدم، هذه مجانا مجانا في بلدة صغيرة. صدقني حتى الكرة موجودة، معناتها إيجا ألعب برك، معناتها موفرين كل شيء. بنية تحتية كما قلت لك مش أحسن منها. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو، عطيناكم معلومات مفيده. كان عجبتكم ممكن قولوا لنا.